مجدا لمسيحنا. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، أمين. كنيستنا القبطية وكعادتها تحترم وتقدس الذكريات المجيدة لقديسينا، وباستمرار نتشفع بصلواتهم طالبين من الرب يسوع غفرانا لخطايانا الكثيرة. واليوم نحتفل بتذكار الشهيد القديس جورجيوس. اسم جورجيوس وجورج وجرجس هي اسم لقديس كلنا نحترمه ونعتز به. ومنذ زمن طويل تعتز كنيستنا بأسيوط باسم كلنا نردده، وهو القديس أبو جورج. أبو، أفا، أبا هي واحدة. زي ما نقول مثلا قديس أنبا مقار، ونقول أبو مقار، أنبا شنودة، ونقول أبو شنودة. في كثير من الأسماء لاشتراك الاسم في اللقب الأولاني مع اللغة القبطية واليونانية، أبو، أفا، وهكذا. جورج في أسيوط له قيمة كبيرة، وكان أسقفا لها في القرن الثاني عشر، وهو أيضا من ضمن الشهداء المعتمدين في كنيستنا. ونحن بالذات في أسيوط، وخصوصا في الأحد الخامس من الصوم الكبير، له مظهريته وله خاصية يمتاز بها، وهي الأفراح التي تبدو في الحلويات التي تعرض في جميع أنحاء المدينة، وخاصة الكنائس، احتفالا بذكرى هذا الشهيد الذي قدم ذاته قربانا للمسيح، وأبى ورفض أن يتخلى عن مسيحيته، فكان نصيبه أن تقطع رأسه وتفصل عن جسده. هذا هو نصيب المسيحيين في كثير من البلاد، ولكن تمتاز بلادنا المصرية أنها تشتد في نواحي التعذيب لمن يصر على مسيحيته. وكان المسيحيون في بلاد أخرى مثل روما، إيطاليا، البلاد الغربية، لما دخلت المسيحية هناك ظنوا أنها تنافس الإمبراطورية، وعلى هذا القياس كانوا يشتدون في تعذيب المسيحيين، رغم أن المسيحيين أعلنوها وجاهروا أنهم لا يطلبون ملكا أرضيا ولا مصلحة ذاتية، إنما هم يسلكون وراء مسيحهم الذي قدم نفسه فداء عن البشرية كلها. صليب مسيحنا هو الذي نتمسك به، نمسكه في أيدينا، نعلقه على صدورنا، نرسمه على جباهنا وأيدينا وعلى أكلنا وشربنا،
وفي صباحنا ومسائنا معتزين بهذه البركة التي باستمرار نحن نرى فيها مسيحنا. الصليب بتاعنا هو البركة والعنوان، ليس للحرب ولا للمنافسة ولا إعلان مملكة أرضية، بل هو يعتبر شارة الملك السماوي، شارة المصلوب، هي في الوقت نفسه بركة. الصليب اللي بنمسكه ده، وحينما يضعه الكاهن او الاسقف ايا كان على رأس الذين يطلبون البركة، انما هو يرى علامة الصليب التي علق فوقها المسيح، يبقى الصليب الخشب ده بركة، رمز لان المسيح اتعلق فوقه، ومنه جاء الفداء، سالت الدماء من جسد الرب يسوع، من رأسه، من هامته الى اخمص قدميه. ده صليبنا، لا يعني القوة الا القوة الروحية، لكن اعلان مملكة ارضية. يسوع قال المملكة ليست من هذا العالم. اذن نحن نسلك وراء المسيح لانه اعلن في ضعفه قوة، خلص البشرية، اعتلى الصليب بارادته. ماري جرجس كان قائدا في الجيش، له قيمته وكرامته، ولكن حينما وصلت المسيحية كان من ضمن المؤمنين به، وعلى هذا نبذ من الجيش وطرد، وكان نصيبه التعذيب. الكل يعتز بهذا الشهيد، له قيمته في بلادنا المصرية رغم انه لم يكن مصريا. وهنالك شهيد كان في الاسكندرية باسم جرجس ايضا، جورجيوس المصري. وفي اسيوط عندنا الاسقف الذي كان لمدينة اسيوط، وتاريخه يذكر انه كان راهبا بدير القديس انبا مقار. شكرا لإلهنا الذي اوجد فيما بيننا امراء في المسيحية، قديسين لهم قيمتهم وكرامتهم، واعتزوا بالمسيحية حتى سفكوا دماءهم رخيصة، ولم يشعروا بأي ضعف، بل كانت القوة تأتيهم من السماء. يا للعجب، نحن في ضعفنا وإن كنا لا نملك شيئا، لكن في الوقت نفسه نشعر أننا أقوى من ملوك الأرض. قال لا تخافوا، يسوع قال لا تخافوا، أنا معكم وأعينكم وأسندكم وأقويكم. وحذرنا أنه من ينكرني قدام الناس أنكره أمام ملائكة أبي في السماوات. نحن نعتز بمسيحنا ونفتخر بقديسينا، ونشعر على الدوام أننا في صيانة وأمان. يسوع الحبيب الذي علق بإرادته فوق الصليب هو ملك الملوك، والذي سوف يجيء ويدين العالم كله. وكل الناس اللي أنكروا يرونه فيما بعد تتقدمه شارة الصليب، وعندئذ يقرعون صدورهم ندما لأنهم حاربوا الصليب وصاحب الصليب. نحن في عصرنا هذا تقابلنا كثير من الصدمات، قد يشرد منا واحد من القطيع أو واحدة، شاب أو شابة، وذلك لقاء بعض الإغراءات العالمية التافهة. نحزن وتسيل دموعنا الممزوجة بالدماء حسرة على أولئك الشاردين. السماء تحذر الآباء
والأمهات أنهم ينتبهوا إلى مسؤولياتهم نحو أولادهم. الأولاد يعتبروا أمانة من قبل السماء لدى أولياء الأمور، لدى الآباء والأمهات. التفريط فيه خطورة على الأسرة من أن تنحل وتتمزق، وبعد هذا ما حدش يقدر يهرب من الدينونة. في كلمة بتقول آية: قدم حساب وكالتك. أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وعندما نتهرب ونقول إنهم رفضوا النصيحة، يا ليت التربية كانت منذ الصغر مع اللبان الذي يرضعه الطفل من ثدي أمه، تكون التربية حاسمة وحازمة. والكنيسة من جانبها عندما يقدم أولياء الأمور الآباء والأمهات أولادهم بناتهم، الكنيسة أمينة على تربيتهم في الدروس التي تقدم لهم ويأخذونها من قبل الرب يسوع، وهي من الكتاب المقدس. على الآباء أيضا أن يلقنوا أولادهم كما تلقنهم الكنيسة، لكن الآباء مش بيشجعوا أولادهم، كثيرا ما يتهاونون. وعندما تقع الطامة الكبرى ويشردون من البيت المسيحي ويتغربون في كرة بعيدة، يقولوا يا كنيسة الحقينا. طيب نعمل ايه؟ بنحاول لكن لا نصل، لأنه يكون قد أفلت الزمام وتم الإغراء سرا. وهنالك ما أكثر الوعود والإغراءات، وما أكثر الأماكن التي يبتعدون فيها عن محيط الكنيسة، فلا تستطيع الكنيسة عندئذ أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، لأن الأمر يكون قد فات أوانه. الأب أو الأم يسوع هيقول النهارده وبكره والى يوم الدينونه، هيقول اعطي حساب وكالتك. نعمل ايه؟ انا ما حسيتش، انا ما عرفش، كل هذه اعذار مرفوضه. انت بلا عذر ايها الانسان المتهاون الذي لا تسهر على القطيع الذي قدم لك من قبل المسيح. ما نقدرش نقول واحد يقول الولد ده البنت ده ملكي، هو حقيقة ملك للخالق لمن خلقه. وهنا يكون الأب أو الأم بالتوكيل السمائي مسؤول عن الرعية التي أعطيت له من قبل الرب، من قبل الخالق. وكم من الآباء والأمهات يطلبون أن تقام الصلوات لأجلهم ولكي يعطيهم الله نسلا، ما يقولوش لتكن مشيئتك. يا للحسرة حينما يقولوا احنا حاولنا طبيا، احنا جرينا، احنا انفقنا، لكن ما فيش لتكن ارادتك. ولما يجي المولود المشتهى والمنتظر حينما يجيء، هنالك التهاون والإهمال والتربية العالمية التي لا تمت إلى الكنيسة ولا إلى المسيحية، إنما أمور سطحية. ما نقدرش نقول ماري جيرجس ما كانش ربوه تربى تربية كويسة، وما اقدرش أقول أنا وأنت وكلنا الحمد لله احنا في الكنيسة. لنحرص على ما أعطينا إياه من قبل السماء. السماء أعطتنا وبتقدم لنا عن طريق الكنيسة تعاليم، قداسات، ترنيمات، صلوات، كل الوسائل والوسائط بتقدمها الكنيسة. فقط علينا فتشوا الكتب، نفتش الكتب لأننا سوف نجد فيها حياة.
مش هنقول امر مشكوك فيه، لا، حتى اللي شاكك فيه يفتش، هيلقى الحياة الروحية ويلقى كلمة الله الحية والمقروءة واللي هي اقوى من كل سيف ذي حدين. بيقول لك انتم رسالة المسيح، رسالة حية مقروءة، رائحة المسيح الزكية. نحاسب انفسنا قبل ان نحاسب الاخرين، هل نحن رائحة المسيح الزكية في تصرفاتنا، في سيرتنا، في كلماتنا، في السلوك المسيحي؟ هل نجاهر اننا بالحق مسيحيون ولا نقول كلها بتعبد ربنا؟ هنا فرق ما بين عبادة المسيح وما بين ترك المسيح. المسيح هو الاله الوحيد، غيره ما نقدر نقول كله يتساوى. مسيحي الحي الذي جاء لأجله، تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وحينما ولد وصار بيننا قدم لنا كلمات الحياة، ثم رأيناه مرفوعا على الصليب يسفك دماءه، دماء الحب والرحمة والغفران والخلاص الأبدي. مسيحنا الحنون عمل كل ما يؤدي لخلاصنا، ونحن نسير على هذا الضوء وعلى هذه الرحمة المتجلية في صليب مسيحنا. يسوع الحنون في عطفه يعلن ذاته في كل لحظة بكافة الوسائط والوسائل، بكتابه المقروء، بالوسائل العلمية التي وصلت وانتشرت في كل مكان من العالم. وهنا في مدينتنا أسيوط رأينا عجبا كيف أن السماء تخاطبنا، وفي الوقت نفسه يجيء الناس من كل صقع ومن كل موقع لكي يروا هذا العجب. احنا محظوظين وشفنا العجائب ورأينا السماء حينما تفتح نوافذها وتتدلى منها الأنوار في صورة لم يسبق لها مثيل، ولا يستطيع العلم مهما أوتي من تقدم أن يقلد هذه الأنوار، وإلا كان قلدوه وقالوا أدي اللي بتعملوه. ولا يستطيعون أن يعملوا أيضا كالصور ولا الأفلام الموجودة شاهدة على التجليات الروحانية والسمائية. صلبا بتنور، تنور ليس هو بالأنوار العادية. الجدران تجدها ونفسها تتلاشى وترى الأنوار تضغى في وجود الأنوار على كل شيء آخر لا يبهر العيون ثم غير الأنوار السمائية. يسوع بيتحدث معنا بلغة لا نعرفها. لو كنا هنالك عمود النور وعمود السحاب واللي كان يتبع الشعب أو يقوده إلى الأمام إلى أن عبر، لا نقول أن هذا يساوي ما ظهر في مدينة أسيوط مدينتنا التي نعيش فيها. لو قيل لنا أن هنالك أنوار سبقتها فوق كنائس بركة ونعمة وباكورة لما جاء بعد ذلك، باكورة غير عادية، ونرى الأنوار تنتشر تجيء ما بين كنيسة ماري جرجس، هنالك من رآها، ثم تنتشر شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وتصل وتجيء أيضا من دير العذراء، ديركم بجبل أسيوط الذي وفدت إليه العائلة المقدسة. أمنا العذراء مع الطفل يسوع يتبعهما يوسف النجار هنا، والقديس مرقس هنالك تقليد أنه وصل إلى هنا. وفي الوقت نفسه حينما بدأ كرازته أدرك الشعب أن العائلة المقدسة التي سبقت مجيئه سهلت الأمور وكانت باكورة لكرازته، واستطاع أن يقول إن الذي جاءكم، والشعب نفسه تذكر العائلة المقدسة
التي سبقت مرقس الرسول وكانت ممهدة لهذه الكرازة المجيدة. نحن محظوظون ولنا الحظ السعيد أن السماء قد اختصتنا ببركة نستطيع أن نقول نحن نكرز بها ونعلنها للبعيدين والقريبين دون خوف أو تردد أو شيء يجعلنا نجامل. لا، المجاملة على حساب الحق هي من عمل الشيطان. المجاملة وإنكار الشمس المشرقة هو عمى روحي. أنني لا أنكر لأنني رأيت، والمسيح يتحدث في قلبنا وفي ضمائرنا وبين حنايا صدورنا أنه وحده الإله الحبيب الذي يفرد ذراعيه، ونرى جنبه المجروح، وعندئذ نطمئن أننا نجد مكانا نختبئ فيه هنالك في قلبه، وليس أحدوثا نتحدث بها بل عمليا. نحن في مسيحيتنا نشعر بالدفء حينما نلجأ إلى حضن يسوع، ونشعر بالأمان والقوة أيضا، ونشعر بالفرح مع أولئك الشهداء. وكم فيما لواتتنا الفرصة وكنا أيضا شهداء مع آبائنا ومع قديسينا ومع أولئك الذين افتخروا بالمسيح وقدموا أجسادهم رخيصة لا قيمة لها. نحن نترك التراب إلى التراب، أما الروح فتعود إلى خالقها ملآنة بالقوة والنعمة والأفراح. أما الملائكة فهم الجنود الذين يقفون يهللون لشعب الله الذي انتصر وأعلن إيمانه. لما نجيء إلى الكنيسة نجيء ونفرح إن الملائكة وسطينا، أن الرب يتمشى فيما بيننا، أن يسوع هو أمس واليوم بس وغدا وإلى ما لا نهاية. مسيحنا حاضر ووسطينا وبيحيينا ويربط على أكتافنا ويبتسم في وجهنا ويصح النايم فينا ويقول له استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. كتابنا بينبهنا ان الغفلة خسارة. العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات الكل في المنظر والرؤية واحدة، كله بقى مسيحي، لكن في حاجة تميز واحد عن واحد. الحكيمات قالوا كنا مستعدات، العمل الطيب، الزيت المضيء، الأحاسيس المقدسة، الحساب الأول والأول باستمرار يصف حسابهم مع يسوع، توبة صادقة، دمعة مقدسة. يسوع بيدعوني يستيقظ الابن اللي كان بعيد وفي الكورة البعيدة وهنالك بين الشياطين والخنازير، يستيقظ هنالك كان في أساس جواه، ويقول كم من أجير لأبي، ده كتير قوي وأنا هنا أهلك جوعا، ده أنا محسوب على سيدي. طب وإيه اللي يرجعني تاني؟ أنا ضامن إن أبويا السماوي عنده حنان مصحوب بالغفران. أنا لمسته حينما كنت في الكنيسة، لمسته وأنا صغير حينما كانت تنبهني أمي أن أستيقظ مبكرا وأصحى وأصلي. أذكره حينما كان أبي يجمعنا جميعا كبارا وصغارا كي نصلي سويا. أين هي الأيام الحلوة حينما كانت الأسرة تجتمع وترفع الصلاة متذكرة وواثقة أن السماء تنصت أيضا. الابن الشاطر سمته الكنيسة أعطته الاسم الشاطر، كان ضالا وكان بعيدا والشيطان قد خدعه، لكن الذكريات القديمة
الميراث المقدس الذي أضاع منه بدأ ينبهه أن هنالك وسيلة للعودة. هنا ذكريات القديسين، هنا تذكارات الشهداء، هنا تسابيح الكنيسة. في كل كلمة وفي كل ضربة يضربها الإنسان على صدره ويقرأه: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. هذه القرعات ترتفع وتصل إلى السماوات، ويرى المسيح أنها أفضل وأهم وأقدس من المظاهر. كانت في مظاهر للعذارى الجاهلات، إيه كان عندهم؟ في مصابيح، وأيضا لدى الحكيمات في مصابيح، بس اللي يمعن النظر ويدقق يلقى العذارى الحكيمات في قلبهم في نبضات حب، ويلقى في السراج بتاعهم ذكريات حلوة، ويلقى في زيت مملوء بالنعمة. ولو دققنا النظر وكانت لنا البصيرة الروحية لوجدنا الحكيمات حقا فيهم هذه المظاهر والأمنيات الداخلية. أما الجاهلات فكان الموقف يتغير، مظهر، وليس هنالك من زيت النعمة، وليس هنالك من صلاة متواصلة، وليس هنالك من اهتمام وإصرار على التوبة الصادقة. نعسنا وأهملنا وعشنا بعيدا عن رب المجد يسوع، ويجيء العريس ويفتح الباب، عريسنا الحقيقي مسيحنا الفادي. والمستيقظات العذارى الحكيمات دخلنا معه إلى وليمة العرس، وأغلق الباب. والجاهلات حينما استيقظنا فيما بعد وجدنا الباب قد أغلق. نطمع في مسيحنا أن يبقى الباب أمامنا مفتوحا، ونهرع إليه وندخله مع مسيحنا الذي يمسك بنا ويجذبنا وراءه. اجذبني وراءك فنجري. عرسنا حنين، وانا بقول له اجذبنا، وانا امسك في اللي معاي، وكلنا سويا نرى انفسنا داخل العرس، ويسوع يتمنطق ويخدم الجميع ويفرح، والملائكة تفرح، ومن سبق من القديسين يجتمعون مع الذين هم جاءوا بعدهم أخيرا. وإن دخل أحد وليس عليه ثياب العرس وليست عليه أثواب النعمة لن يستطيع مهما تخفى ومهما حاول أن يبعد نفسه عن الأعين الساهرة التي تستطيع أن تخترق الأعماق، لن يستطيع. ويقال له: ليس هنا مكانك، ليس عليك ثياب العرس. ولن يستطيع البقاء في مكان لم يعد نفسه مقدما أن يكون له هذا النصيب. يسوع: أنا ذاهب لأعد لكم مكانا. هو قال كده: ومتى أعددت لكم المكان آتي وأخذكم معي. هل لنا هذا الإيمان أن السماء جاهزة لنا، ولا نغالط أنفسنا ونقول إيه بعدين يدبرها الله، يوم الله يعين الله؟ طب ما يوم الله هو النهارده. مين قال لك ان يوم الله هو على مزاجنا انه يؤجل ويؤجل؟ لا، الرب يسوع يدعونا وفي دعوته صدق وحب، وهو يلتمس منا نحن المحتاجين، يلتمس من الرب يسوع ان نسمع صوته ونقرع ابوابه، وهو في حبه ورحمته وحنانه مستعد ان يقبل توبتنا ويجعل لنا نصيبا في ملكوته مع قديسيه وشهدائه، وهو له المجد والكرامة، وإليه نضرع. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء
كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. انصرفوا بسلام، وسلام المسيح فليكن مع جميعكم. آمين ثم آمين.